وقصص بطولة وتضحية وعمل من أجل الأبناء، ولكن هذا هو اختيار أعضاء مجلس الإدارة ونحيي فيهم هذا الاختيار. فهؤلاء الأمهات المثاليات يستحقون هذا، وقلت وغيرهم كثير، ومهما كرمنا فلن نوفيهم حقهم، هؤلاء المكرمات أو غيرهن. واختاروا ثلاث. الأولى معرفش مين اللي هيستلم الجايزة بقى. الأولى السيدة الفاضلة أم محمد موسى. يتفضل السيد رئيس مجلس الإدارة بتسليم الجايزة. خليها دلوقتي. الأم الثانية، وهم يعني فعلا قصص كفاح مشرفة، السيدة الفضلة أنعام العباسي. يتفضل السيد السعاد بتسليم الجايزة. الأم الثالثة أيضا السيدة الفضلة بشرى عبد الرؤوف. يتفضل الأستاذ سيد بتسليم الجايزة. وبعد أيها الأبناء، بعد أن تحدثنا عن الأمهات المثاليات، أنتم عيون مرصدة لاقتسام الجوائز. وبعد أن قرر مجلس الإدارة أن يكونوا 3 جوائز، رفعها إلى 5 ثم إلى 8 ثم إلى 10 جوائز. الأستاذ سيد هيتولى، لأن هم المسؤولين طبعا، الجوائز، وهيقدمها وهيشوف مين اللي هياخدها. ماشي هنسحب دول نجحوا، يعني دول نجحوا ولسه هنشوف. لا نختار فيهم لسه اهو يا عم. يلا بقى عشان ما عادش معايا وقت. يلا عشان ما عادش معايا وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنختار عشوائي، هنختار عشوائي مسابقة، واللي هينجح هياخد الجائزة. لا الاسم هنا. الجائزة الأولى إسلام حسين السيد الشربيني. إسلام حسن حسين السيد الشربيني. يا ابني الصبحين نرجع ورا. كم نرجع ورا. السيد رجع. ماشي يا شيخ، شوف اللي بعدها. شوف دي يا استاذ سعيد. ألف ارجع حلو ورا. ارجع ورا. ألف ارجع. ايوه دي صحيحة. الثاني عبد الرحمن هاني محمد صبري السيد. عبد الرحمن هاني محمد صبري السيد. ما ينفعش الكلام ده يا جدعان. ما ينفعش الكلام ده يا جدعان. شوف دي كده. ألف ب ألف ب وبعدين ب ماشي مش حسن. طلع يا محمد. ألف ب جيم ب. نعم خلاص غلط. شوف يا سيدي محمد. ب ألف ب ألف ب جيم ب ألف جيم ألف جيم. واقف فين؟ ما طمعش في حرف المكان. اللي معاه الاستاذ عبيد ديت ما تشوفوها دي. 9 جيم يا بيه. صح ماشي. صح جيم صحيح. بالورقه دي صح. ماشي.